كان طبقنا الخطير الدليشس بتاعنا طبق الكابوريا الجميل. طبعا ايوه دليشس علشان احنا طبعا استعملنا فيها مكونات حلوة وخطيرة، وضفنا الجزر والكزبرة الخضراء. طبعا عايزين تعرفوا الطبق ده اتعمل ازاي، يلا بينا نعرف ازاي اتعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الأكلات مع نونا. احنا النهاردة بإذن الله هنعمل كابوريا. أيوة هنعمل كابوريا لذيذة وجميلة. طبعا أنا نقعتها في مية وخل وليمون عشان تتنضف كويس. طبعا دلوقتي هنشوف المكونات بتاعتنا. معنا طماطمايه، معنا صلصة، معنا ليمون، معنا جزر زي ما انتوا شايفين، معنا باقة كزبرة وشبت وبقدونس. احنا دلوقتي هنقطع الجزر بتاعنا قطع يعني مكعبات متوسطة. طبعا زي ما انتوا عارفين الجزر له فوائد كتيرة، واحنا بنضيفه في كل اكلاتنا فبيديها طعم جميل، اللي هو طعم بيدي للشوربة. مثلا احنا هنضيفه النهاردة عشان هيدينا لون طبعا حلو، هيدينا الالوان الحلوة الجميلة بتاعته البرتقالي دي، وفي نفس الوقت هيدينا التسكيرة اللذيذة للشوربة بتاعتنا.
هنا شوحنا الكابوريا بتاعتنا، لازم تتشوح على الناشف الأول، وبعد كده هنضيف عندنا الجزر اللي احنا قطعناه. طبعا لا مانع اذا كان قطعة توم، شوية كزبرة كده مع الجزر كده، فلفل مقطع، لانه كلهم في طبق واحد. بس طبعا انا مقسمة عشان بضيف بالتدريج. طبعا احنا بنضيف الجزر الاول عشان بياخد سوا. فاحنا بنحط الجزر كله وهنقلب كويس جدا. طبعا انا ضفت هنا البصل الاخضر برضو اللي مقطعينه، والطماطم، قطع الطماطم بتاعتنا. انا طبعا علما ان انا ماسكه الكاميرا بيد واحده، فبقلب بالايد التانية، فعشان كده شويه هتشوفوا كده ديفوهات، يعني البوتاجاز شويه والارض شويه يعني مع اني انا جيت عملتها في المونتاج برضو ظهرت، فمش مشكله دلوقتي. فانا بضيف اهوت البصل الاخضر بتاعنا. طبعا البصل الاخضر جميل، طبعا بيدي برضو طعمه حلو غير البصل الناشف. يعني كل حاجة سبحان الله ليها طعم، واللي بتدي تيست، بتدي ليها تيست معين. انا هنا بقى عملت طبعا لو عندك كرفس جميل جدا، الكرفس برضو لو بتزودي كرفس جميل، الكرفس للحاجات دي جميل جدا وله طعم حلو. طبعا انا حطيت الحاجات دي، فلازم نقلب بقى الموضوع كله بقى، يعني نقلب بقى المكونات كلها مع بعضها علشان تمتزج كويس وتبقى طعمها حلو وجميل. طبعا انا عندي هنا ليمونة ضفتها، لازم الليمون طبعا، ما احنا قلنا الليمون حبيب البحريات كلها، سمك، جمبري، اي حاجة بتضيفي ليمون على طول، لان الليمون ده صديق للسمك على طول، بحبه طبعا وبحب السمك فيه. طبعا انا بعصر بايد واحده دلوقتي لاني ماسكه الكاميرا برضو الايد التانية. ف دلوقتي احنا عصرنا الليمونه كويس كده، دلوقتي هنقلب برضو، هنزود الميه بتاعتنا. طبعا هنا انا برش شويه بهارات سمك على الكابوريا، وطبعا احنا هنقلب برضو كويس جدا ونسيبها تغلي شويه، غلوتين 3 كده. وبعدين تعالوا معانا هنشوف المكونات اللي احنا هنضيفها دلوقتي على الكابوريا. احنا عندنا هنا توم باودر، فلفل اسمر، هيل مطحون مع اللورة، كمون، بابريكا. كل ده هنحطه ونضيفه على الكابوريا بتاعتنا. طبعا البابريكا حلوة، البابريكا اللي هي الباردة مش الحارة. طبعا في فلفل حار وفي بابريكا البابريكا الباردة. فهنا ضفت طبعا معلقتين دقيق علشان تخلي الشوربة عندي حلوة كده، تقيلة شوية، يعني مش تقيلة، لا تقيلة ولا خفيفة، بتبقى حلوة. وطبعا الكزبرة بتاعتنا ضفتها في الاخر، يعني يا دوبك تغلي غلوة وطفي عليها، لان الكزبرة ما بتحبش ان انت تغلي المكونات مع الكزبرة، لا، الكزبرة بتحتفظ بطعمها ورونقها ولونها الجميل ده في الاخر بقى. يعني انا بضيفها بتضيف ريحه وطعم، ما بغليهاش خالص مع الكابوريا بتاعتنا، يعني يا دوبك تقلب وخلاص واقفل عليها، فبتدي شكل وطعم جميل جدا ولون حلو كمان كده بيكسر. يعني شوف البرتقالي بقى، الالوان الجميله اللي امتزجت مع بعض، لون الكابوريا البرتقالي. طبعا لما تعرفي ان لون الكابوريا الحاجات البحريه والقشريات دي بتستوي بسرعه. فهنا طبعا خلصنا اكلتنا وبنغرفها دلوقتي. شايفين شكلها جميل ازاي وحلو. طبعا طبق لذيذ وجميل وفي جميع انواع المكونات الحلوة، الفيتامينات وكله. يعني بصراحة هتشربي شوربة وهتقعدي تسلي على الكابوريا مع كده حاجة، يعني من الاخر كده يعني ديليشس. الطبق اللذيذ ده يستاهل اللايك والشير والسبسكرايب. كانت معاكم الاكلات مع نونا، مع السلامة.